شوف هذه واحد المنتج داير جا مؤخرا في السوق، هو عباره عن واحد البيستولي كيدخل الماء بواحد القواليه كبيره، وكتقدر على انك تغسل به الطوموبيلات او مثلا تسقي به النباتات، او كذلك على ان بالنسبه للعيالات كيبغيو يخملوا يقدروا يغسلوا به مثلا الشراشم او البيبان والعديد من الاستعمالات. وشفت الصديق هذا كيهضر عليه وقال على انه مزيان بزاف، فقررت على ان نجيبوا اليوم ونجربوا معاكم. بل اكثر من ذلك غادي نجيب واحد الماركه واحده اخرى كذلك كتباع في السوق، وغادي ندير لهم مقارنه بجوج باش نشوفوا شكون اللي مزيانه فيهم وشكون اللي عمليه اكثر. وايلي زعما نجربوها. فوالا على بركه الله نجبد الماركات بجوج. هذه الماركه اللي دوا على داك الصديق ديالنا، وهذه الماركه الثانيه اللي قلت انا غادي نقارنها بها. اول حاجه غادي نديرو غادي نستكشفوهم بجوج شنو كيكون فيهم في هذه العلب هذو. الاول ديال البراند معروفه سميتها جاكوم، وهذا واحد الماركه واحده اخرى مقلده. نفتحوهم على بركه الله. بسم الله. كيجيو معاهم بجوج هاد التيوات هادو، وبجوجهم معاهم هاد القنينات باش كنديروا فيهم مثلا الصابون ديال جاكوم. كيجيو مع ثلاث البطاريات بمكون الليثيوم، وهاد الثاني هذا كيجيو مع جوج البطاريات باور لينك. المسدسات بجوج كيجيو بهذا الشكل هذا غتلاحظوا مكتوبه فيه البراند جاكوم، وهذا واخا مكتوبه فيه الماركه ولكن راه غير مقلد. الشكل ديالهم داير صراحه بحال شي فراده. معاهم الشاجورات بجوج باش كنشارجيو هاد البطاريات هادو، معاهم هاد الفلترات هادو اللي كنركبوهم في التيوات باش مابقاوش يطلعوا لنا الوسخ مثلا من السطل، ومعاهم هاد الريوس هادو اللي كنركبوهم هنايا في هاد البلاصه هادي كنركبوا فيهم التيو، ومعاهم بجوج هاد الريوس هادو اللي تيركبوا في الفم ديال الفردي بهذا الشكل هذا باش كيولي عباره عن بيستولي. بالنسبه لهاد ديال جاكم كيجيو معاه 5 ديال الريوس، كل واحد فيهم عنده استعمال مختلف. وبالنسبه لهاد الماركه الاخرى كيجيو معاها جوج ديال الريوس. باش ما نطولوش هاد الخوت غادي ندوزو دابا للجانب العملي باش نشوفوا شكون اللي قوي اكثر، واش جاكم اولا المقلد. مشينا على بركه الله. وانا دابا عندي هنا جوج ديال لي بيستولي، عندي هنا في اليمين ديال جاكوم وعندي هنا في اليسار الثاني. غادي نبداو كنجربوا على بركه الله. هنا في السطال دابا غيبان لكم شحال ديال الكميه ديال الماء اللي كاينه اللي غنخدموا بها. بسم الله. دابا غادي نبداو، غادي نطلقوا بجوج دقه واحده. غادي نجرب هذا بوحدو، وغنجرب دابا هذا ديال جاكوم. شوف البريسيون ديالو كيفاش دايره. فوالا شوف. وهذا غادي نجربوا هذا. يعني كاين واحد الفرق طبيعه الحال اللي هو باين بيناتهم بجوج. دابا بقات لنا اخر حاجه غنجربوا الصابون. على بركه الله دابا غادي نجربوا الصابون، وخا صراحه ما درتش شي صابون اللي هو يعني خاص بالطوموبيلات، درت واحد الصابون اللي هو عادي، ولكن المهم غنجربوا. بسم الله. شوفوا دابا ديال جاكم، نشوفوا دابا هذا. لاحظ معايا هذا المقلد هذا تيخرج الصابون بواحد الكثافه اللي هي قليله، بينما هذا ديال جاكوم تيخرج الصابون بواحد الكثافه اللي هي قويه وكبيره. وحتى من حيث المسافه اللي بعدنا مثلا باش تعرفوا ديال القوه ديال البريسيون ديالو كبيره. شوف من هنا يقدر يوصل، بينما المقلد لا بعدنا بحال هكا ما يوصلش شي بلاصه. شوف يلاه كيوصل لحد هنايا. باش اني دابا غادي نشري الطوموبيل غادي نضطر نستغنى على هذا لحقاش البريسيون ديالو ضعيفه. غنكمل غير بهذا. بسم الله على بركه الله. يعني تقريبا بحال غادي اللافاج، يعني عوض ما تمشي اللافاج كل مره كتجيب لافاج عندك في الدار. اللي زوين فيه على انه كيحافظ على الماء. شوف شحال ديال الماء ضاع من الصباح حنا كنخويو الماء، باقي واحد الكميه اللي هي كبيره. فوالا شوفوا معايا هنا كيفاش تغسل الطوموبيل. شوف القوه ديالو كيفاش دايره، القوه اللي ما كتأذيش الطوموبيل. وتقدر حتى تسقي به النباتات، بغيتي تسقي به النباتات ديالك بحال هكا. حتى عندك شي مشيشه زوينه بحال هذيك راه هي بغيتي تدوش ليها تقدر تدوش ليها. لا ما بغيتش. انا ما نعرفكش وانت ما تعرفنيش، قلب عليا. يلا دابا نرجعوا للاستوديو باش نكملوا. فوالا اصدقائي الاعزاء، قد عدنا الى المكتب من بعد ما جربناهم برا وشفتوا التجربه ديالهم الحيه كيفاش كان. دابا ان شاء الله ندوزوا للنتيجه النهائيه باش نهضروا على الفرق بيناتهم بجوج. هذا ديال جاكوم اللي كندوي عليه عبدو، وهذا المقلد اللي هو بدوره كيتباع في السوق. اول فرق واللي بلاتي كلكم لاحظتوه هو من ناحيه القوه ديال الضغط. هذا قوي بزاف على هذا، واللي مزيان فيه على انه رغم على ان الضغط ديالو قوي الا انه ما كيوصلش لمستوى الضغط ديال لافاج. نقول لكم علاش، لانه القوه ديال الضغط اللي كاينه في واحد لافاجات راه كتادي الصباغه ديال السياره، لحقاش كتمشي لها بواحد الانطلاقه اللي هي كبيره. هذا الضغط ديالو لواحد المستوى اللي هو مزيان اللي غادي ينقي السياره بلا ما يأذيها. ثاني فرق هو من ناحيه لي باتري. كما قلنا في الاول هذا عنده ثلاثه هذا عنده جوج، ولكن الفرق اللي كاين هو ان هذا غير كيدي شارجه. هذا باتري واحد خدمت به الفيديو كامل تا التجربه. هذا الباتري ديالو سالا. قبل ما نكمل التجربه هذا هو الباتري اللي سالا ليه. ثالث حاجه اللي لاحظتها ملي كنت كنشارجي الباتريات على ان الباتريات ديال هذا كيتشارجاو بسرعه اكثر من هذا، بينما في العكس هذو كيخواو دغيا وهذو كيبقاو. بحال ما درنا فيهم الصابون لاحظنا على ان هذا كيطلق الصابون بلا رغوه وكيطلقوا بواحد القوه اللي هي خفيفه بزاف،
يعني ما كيبانش كاع في السياره. هذا كيطلق الصابون بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. دونك في اخر المطاف تيكون هذا ديال جاكوم هو اللي ربح. فالا كنتي مهتم بهذا النوع ديال الماتيريال بغيت انفيستي فلوس فمن الافضل انك تاخذ هذا ديال جاكوم. اما المقلد هذا فغادي تضيع غير فلوسك. وبالنسبه للاصدقاء والصديقات اللي مهتمين بشراء هذا ديال جاكوم غادي نخلي لكم الرابط ديال الشراء في اول تعليق. تاكدوا انكم دخلتوا ذاك الرابط لاحظت كاين بعض الاشخاص اللي كياخذوا لي فيديوهات وكيعاودوا يحطوا عليهم شي برودويات اللي هما مختلفين. نسيت واحد القضيه بالنسبه لجاكوم راه كيوفروا خدمه ما بعد البيع. يعني مثلا في حاله بغيت تسوي على شي حاجه من بعد ما شريتي او لقيتي شي حاجه ماشي هي هذيك كتواصل معاهم كيحلوا لك المشكل. وفي اخر المطاف هذا ديال جاكوم غنعطيوه لايك وهذا المقلد غنعطيوه ديزلايك.